ودايما كنت ببص لها مثل اعلى، اللي هو ان انا نفسي ابقى زيها في يوم من الايام. مقابله شغل وهمشي على طول. حته ان هو بيلعب رياضه ولا لا دي مهمه جدا. في عامله دارك فيس ارنوب وحاجات غريبه. بالظبط. أيوة. حطها بالظبط. وللاسف بيتفقسوا في الصيف يسافر ويهيص مع اصحابه. يعني ترفضيه وانس انك شفتي السي في، مش محتاجه انك تقعدي معاه اصلا. طب انا كده انا هعرفك ازاي؟ مش هينفع بعد ما انا اعمل البروسيس كلها واقول لهم اوبس ايه ده انا ما كنتش عارفه ان هي بعيده. انا بالنسبه لي ده انا الصراحه بحس ان هو ما عملش الافت وهو مش مهتم. طيب كاتش ار بقى، ايه اول حاجه عينك بتقع عليها في السي في؟ طيب انا اول ما بمسك السي في اول حاجه بشوف الستراكشر بتاعها متقسم ازاي. يعني يفضل ان هو يبقى حاطط الاديوكيشن بتاعه كارنتلي بيشتغل فين، او كارنتلي اخر انترشيب عملها ايه، لان في طبعا ستودنتس بيبقوا فريش جراد فمش شرط ان هو يكون اشتغل في حته. تاني حاجه بشوف هو عاملها ازاي. يعني مثلا دلوقتي طبعا موضوع الاي اي انتشر جدا واغلبيه الناس بيستعملوا تشات جي بي تي، فممكن يخش مثلا يكتب بليز رايت مي بروفيشنال سي في، فطبعا الكلام اللي هو مكتوب اسطمبه كوبي بيست بيبان قوي. فانا بالاكسبيرينس بتاعه الاتش ار والريكروتر بيقدروا يعرفوا اذا كان السي في تي كوبي بيست ولا لا. فطبعا حلو قوي انك تستعمل تشات جي بي تي او الاي اي في ان انت تعمل سي في، بس اهم حاجه تقرا الكونتنت مكتوب ايه، لان في ساعات حاجات بتبقى اسطمبه واحده. انت انا كاتش ار بقدر اعرف اذا كان الكلام ده فعلا حقيقي ولا فيك. يعني في ساعات بيكتب كلام ممكن انت فعلا ما تكونش بتعمله وهو في الحقيقه انت ما بتعمله. يعني depends بقى. ف back to your question، انا طبعا اللي ببص عليه في السي في بشوف currently اخر حاجه شغال ايه، او مثلا عمل internship فين، هل هو اشتغل فتره معينه في شركه ولا اتنطط كتير. لان برضه حته ان انت تقعد فتره في شركه غير ما انت مثلا كل 3 شهور في شركه او كل 6 شهور في شركه، دي very bad indicator. ليه بقى؟ لان دلوقتي انا عشان ابتدي اروح شركه وابتدي اعدي فتره الاختبار ال3 شهور وابتدي عارفه زي ما بيقولوا بالبلدي كده اطلع قماش في الشغل محتاج فتره على الاقل 3 شهور. طب انا قعدت 3 شهور ومشيت، معنى كده ان انا يا اما مشيت عشان الشركه دي فيها مشاكل او مشوني كباد بيرفورمر. ف ايذر اور لازم يبان الحته دي. بس مثلا لو مره اوكي، بس لو قررت كذا مره هنا في كويستشن مارك، هل انت بقى باد بيرفورمر ولا انت مثلا بتعمل مشاكل في الشغل؟ فالسي في بتقول كتير قوي. فطبعا يفضل ان انت اي حد بيروح شركه طبيعي انت خارج من الجامعه فانت مش عارف البيزنس عامل ازاي او الشركات عامله ازاي، قادر بقى شركه كبيره او ستارت اب كومباني، فلازم على الاقل تقعد فتره مينيمم 2 to 3 years عشان تقدر تبتدي تفهم البيزنس ماشي ازاي ويكون في استقرار في الشغل. فدي تاني حاجه ببص عليها، الشخص قاعد في البوزيشن قد ايه. طبعا في ساعات بيجي لي سيفيهات حد قاعد في البوزيشن بال10 و15 سنه، دي حاجه كويسه ان الشخص ده بيكون مستقر. وبرده حاجه تقلق لان انت قعدت في المكان ده 15 سنه، معنى كده ان انت يعني عندك كونسبت ليس في الامكان احسن من مكان قاعد في مكانك، ولا انت مثلا خايف تخرج بره، ولا هي الكابابيلتي بتاعتك، ولا عقدك مفتوح المده فمحدش عارف يمشيني من مكاني. ففي كويستشنز كتيره بتطلع في بالي لما بشوف المدد، فدي بتفرق من شخص لاخر. فطبعا لما بشوف السي في ببتدي بقى بيز على الداتا اللي موجوده، ببتدي اسال اسئله، هل هو مثلا حد اتنطط كتير؟ فده بالنسبه لي مقلق. لازم افهم طب مثلا لو مره واحده اوكي، بس كذا مره ليه انت بتروح من مكان لمكان كتير؟ والحاجات دي بسالها من قبل ما اجيبه الانترفيو، لان ما ينفعش مثلا بعد ما اشوف السي في واشوف ان هو مثلا كل 3 ولا 6 شهور في شركه، وبعد ما اجيب الراجل لحد ولا البنت لحد اللوكيشن بتاع الانترفيو اقول له هو انت رحت اماكن كتيره ليه، وانا اصلا من جوايا انا مش قابله الموضوع ده. فبرضو الاتش ار لازم ياخد باله في الاعتبار ان انا مش عايزه انزل كانديديت من بيته واخليه يعمل مجهود ويجي يعمل انترفيو وصوري في كلمه عشمه ان انا هديله جوب، وفي الاخر يعني انا ما بحبش بقى كسر الخواطر بقى ان انت تبقى بتدور على شغل ورايح مكان متعشم ان هتلاقي حاجه ويقول لك لا اصل انت اتنططت في كذا حته فمش هعينك. طب ما هو انت اوريدي كاتش ار شايف الكلام ده، فانت لازم تاخد في الاعتبار ان انت يعني ما تجيبش حد على الفاضي. برضو لو حد قعد فتره طويله في نفس المكان في السكريننج انترفيو اللي هو بيبقى في التليفون، حضرتك انت بقالك مثلا 10 سنين في المكان ده او 12 سنه، ايه اللي خلاك قاعد في الشركه دي فتره طويله؟ هل هو مثلا سيبي بقى هو بيتكلم، ممكن يقول لك لا اصل انا بحب المكان مستقر فيه، بس انا خلاص. في ناس بتبقى فعلا قاعده في مكان وعامله شغل حلو جدا، وبقدر اعرف منين بقى اذا كان عامل شغل ولا كويس بعد ما بخلص الانترفيو خالص. بيبقى في حاجه اسمها ريفرنس تشيك. ريفرنس تشيك ده بطلب منه اقول له اديني مثلا 2 او 3 ريفرنس تشيك اسال عنك في المكان ده. بريفيربلي بيبقى مديرك مثلا حد من زمايلك، بقول له مثلا طب بابرا كانت شغاله عندكم في الفتره دي، ايه رايك في الشغل بتاعها؟ ايه الفيدباك عن البرفورمانس؟ هل هي بروبلم ميكر ولا لا؟ هل هي اتشيفر ولا مش اتشيفر؟ فالفيدباك ده بيبقى مهم جدا في الريكروتمنت بروسيس، فخلي بالكم الحته دي مهمه جدا. اوكي. طيب انا هاخد من كلامك حاجه انه دلوقتي لو مثلا حد بيقعد 6 شهور في كل جوبايه
في وجهة نظره ممكن يبقى شايف ان هو بيجين اكسبيرينس، فهو واي نوت ان انا ابقى بتنطط كده. وبرضو في بوينت اوف فيو على الناس اللي بتقعد فترات طويله قوي في الاشغال، انه لو انا قعدت ومستقر واي نوت ان انا امشي. وهل لو مشي وجي مثلا شركه تانية فيها تكنولوجي اكتر، هيعرف يكوب معاها، ولا هيبقى لا كده هو بعيد خالص عن الماركت ومزنوق في حته بعيده عننا؟ طيب، ردا على سؤالك الاولاني، لو حد راح من شركه 6 شهور وسابها وراح 6 شهور تانيين او 3 شهور، انا بالنسبه لي دي مش اكسبيرينس. اصل الاكسبيرينس معناها ايه؟ انا دلوقتي هنقول مثلا شغال ماركتنج، فماركتنج سبيشالست في شركه ماركتنج ايجنسي، قعدت 6 شهور فيها، سبتها ورحت مكان تاني عشان اخد اكسبيرينس في ماركتنج ايجنسي او ماركتنج بليس تاني. طيب، ما هو في الاخر انا ستيل في الماركتنج، وانا ستيل في الفيلد. هو بيختلف شركات من شركات، بس الاختلاف مبيبقاش كبير. فانا بالنسبه لي السؤال او الاجابه دي مبتبقاش مقنعه قوي، لازم اسال اسئله اكتر عشان افهم هل انت ماشي عشان خاطر انت مش حابب المكان، ولا الناس مشيتك. ولو حد بيقول لي انا رحت من مكان لمكان بسرعه عشان اخد اكسبيرينس، لا، ده مش الرد بالنسبه لي المثالي. ممكن مثلا لو حد مثلا في ماركتنج ايجنسي وراح كوربريت كبيره، ممكن ماشي اقتنع. ليه بقى؟ لان السيستم بتاع الشركات اللي هي الماركتنج ايجنسيز او ستارت اب كومبانيز بتبقى الاسلوب بتاعها مختلف غير الكوربريتس الكبيره، لان الكوربريتس الكبيره يوجوالي بيبقى فيها سيستم وبتبقى ليميتد شويتين، ما فيهاش حته الفلكسبيليتي او الانوفيشن. طبعا انا مش بقول ده المقياس العام، بس اغلبيه الشركات اللي انا شفتها في حياتي كانت كده. في مثلا ما انت بتروح ستارت اب كومبانيز ممكن ما تبقاش اسلوبها زي الكوربريتس، فتبقى مثلا الموضوع فلكسبل اكتر، يقول لك طب ما تجيش الشغل اشتغل من البيت النهارده وديليفر باي اوبجكتيفز. كل مكان ليه نظامه. بس at the end of the day لما انت هتيجي تقعد تتنطط من مكان لمكان في فترات قصيره، دي هتبقى بالنسبه لي مقلقه جدا. فلازم اسال اسئله اكتر واعمل ماي اون انفستيجيشن عشان اتاكد ان الشخص ده فعلا مناسب للوظيفه دي. السؤال التاني بقى، لو انا مثلا قاعد في الشركه بتاعتي بقالي 10 15 سنه، ومشيت من مكان ورحت لمكان تاني، وممكن يكون عندي تشالنج حته ان انا ادابت على انفايرمنت جديده، او ادابت على سيستمز جديده او تكنولوجي جديده. هي في الاخر ديبندنج على الشخص وانت كنت شغال فين. لان انا مثلا ممكن اكون شغال في شركه مالتي ناشونال او شركه لوكال، بغض النظر انا شغال فين، بس الشركه دي على طول ابديتد ودايما بتجيب الحاجات الجديده، ودايما عندها تكنولوجيا متقدمه وبيستعملوا كل التكنولوجيز والسيستمز والديجيتاليزيشن. فممكن لما اروح مكان جديد الاقي ان انا بامبلمنت كل اللي انا اتعلمته في الشركه الجديده دي، فمش شرط. وممكن مثلا اكون قاعد في شركه بقالي 10 15 سنه متعود على روتين معين، فرحت مكان تاني لقيت روتين مختلف خالص، فبالنسبه لي دي بيسموها كالتشر شوك بقى، ان انا بروح هناك ايه ده يا جماعه، هو انا ممكن امشي اي وقت؟ امشي اي وقت، بس انت مثلا عندك ديليفربل 8 ساعات في اليوم، عايز بقى تشتغل من البيت، تشتغل من النادي، تشتغل من على البسين، في الاخر الورك انفايرمنت فلكسبل. في شركات تقول لك لا انا عايز، كان عندي مدير كده الله يمسيه بالخير كان دايما يقول لي انا احب اشوف الجثث على الكراسي، الناس تبقى قاعده على المكتب ما تتحركش. فات هابنز، يعني كل شركه بيبقى ليها نظامها في الاخر، كل واحد بيكوب على النظام ده ولا لا. بس مش معنى ان ده صح وده غلط، في الاخر هي بتبقى ايه استراتيجي والبيزنس ماشي ازاي وعايزه اوصل لايه. اوكي. طيب باك بقى لحته ان احنا خلاص الاتش ار او الريكروتر كلمنا واحنا رايحين دلوقتي نعمل انترفيو. دخلت بقى الانترفيو عليكي كده وهو داخل، بتبقي فاهمه ايه من البادي لانجوج ده؟ حضرتك كنتي ذكرتي من شويه انه انا ببقى عارفه ان ده ترابل ميكر ولا لا، او لا ده حد كويس ولا لا. فايه بقى البادي لانجوج اللي لما بتشوفيها بتعرفك مسجز مهمه جدا؟ بصي، طبعا اول حاجه اللبس شكله عامل ازاي، الفيشل اكسبريشن، لو حد داخل متفائل بشوش بيضحك، ولا داخل مبوز، ولا داخل قلقان ومترقب، طب انا الناس دي عامله ازاي. البادي لانجوج بيتكلم كتير جدا، بيتكلم عن الشخص كتير قوي. حد مهتم ووقف قدام المرايه حنتف في نفسه ويعمل شعره، وبنت عملت شعرها وواحد حلق دقنه، ولا مثلا جاي مبهدل، كل حاجه بتقول الشخص ده عامل ازاي. ومشيته، المشيه طبعا بتبان. دخل يسلم بالجريب بتاعته بالشيك هاندز قويه ولا لا، ولا دخل قاعد على الكرسي على طول. في واحده تدخل مثلا ماسكه الموبايل تعمل شاتنج، طبعا الموبايل ده يا جماعه لازم سايلنت، ما ينفعش انت تبقى قاعد في انترفيو ومشغل الموبايل بيطلع اغاني، او مثلا تبقى قاعد مع حد في الانترفيو بترد على الواتساب. ده اتس بيج نو، نيفر دو ذس. لان الحاجات دي كلها بتدي مسج انت مش مهتم او انت مش محترم الشخص اللي قدامك، ودي حته مش حلوه. لان في شويه بادي لانجوج كده بتبين هل انت بتحترم الشخص ولا لا، في ريسبكت ولا مفيش ريسبكت. دي حاجه. الحاجه التانية من طريقه الكلام، يعني انت مثلا اللانجوج بتاعتك مع الاتش ار او الريكروتر، هل هي لانجوج محترمه، ولا مثلا بتستعمل سلانج لانجوج وانت بتتكلم.
يعني مثلا ايه، انا بفرمت الجهاز ومش عارفه اللغه بقى بتاعت الشباب الجديده دي، جين زي والجنريشنز دي كلها بيستعملوا لانجوجز انا صراحه بسمعها انا فاهماها كلها وببقى ابديتد بالماركت وعارفه، بس مش بستعملها. بس انت لما بتستعملها مع اصحابك في النادي او مع عيلتك غير ما تستعملها في الانترفيو. ففي طبعا سلانج لانجوج دي ما ينفعش انك تستعملها خالص. يعني الحاجات التوكسيكس والمش عارفه ايه، اصل انا كنت مع توكسيك مانجر. طب ماشي، ما هو توكسيك ده بره الشغل، مش مع مش في انترفيو. فنقي اللانجوج الصح اللي انت تستعملها في الانترفيو. ف this is very important. اوكي. طيب بالنسبه بقى قعده الانترفيور، صح ان انا ابقى قاعد حاطط مثلا رجل على رجل في الانترفيو ولا it's not a professional؟ بصي يعني بيبان، يعني انت ممكن تحط رجل على رجل it's okay، بس انت حاطط رجل على رجل شكلها عامل ازاي؟ هل هي فيها بطريقه فيها استهزاء، ولا مثلا سوري حاطط جزمتي في وش الانترفيو في الريكروتر، ولا ان انا قاعد باحترامي وقاعد ظهري مفرود وباصص عيني في عين الاتش ار. لازم يكون في اي كونتاكت ما بينك وبين الشخص اللي قاعد معاك، لان الحاجات دي كلها بتنم على الاحترام، ان انت هل بتحترم الشخص اللي قدامك ولا لا. فالحته دي برضو مهمه قوي. فاتس اوكي، ممكن تحط رجل على رجل عادي وممكن ما تحطش، بس يعني اهم حاجه انت قاعد ازاي. في اسئله ممكن في الانترفيو ابقى بسالها ومسموح لي ان انا اسالها، ولا لا ما ينفعش اسالها؟ وهل في وقت معين للاسئله، ولا المفروض ان انا كواحد رايح اعمل انترفيو اسال في اي وقت؟ يعني هو بريفيربل طبعا ما تسالش في اي وقت، بس هو على حسب الريكروتر بيقول لك ايه. يعني ان يوجوالي اغلبيه الانترفيوهات اللي بتستعملها الشركات بيبقى حاجه اسمها CBI الكومبتنسي بيزد انترفيو. هو عامه بيتست كومبتنسيز معينه. ايه الكومبتنسيز؟ المواصفات اللي انت المفروض تكون موجوده فيك. يعني مثلا هل انت شخص عندك كولابوريشن ولا لا، بتتعاون، عندك روح الفريق ولا ما عندكش روح الفريق. طيب احكي لي سيتويشنز حصلت. طيب بيبقى طبعا اغلبيه الريكروترز بيبقوا جاهزين، بيبقى في ستراكتور الانترفيو. اسال امتى؟ اسال لما انا يديني المساحه ان انا اسال. يعني مثلا في الريكروتمنت عامه او في الريكروتر بيقول لك انا هسالك اسئله، وانت لو حابب تسال اي حاجه ممكن يقول لك وقفني، او ممكن يقول لك طب انت احنا نكمل الاسئله بتاعتك في اخر الانترفيو. فديبندز السيكونس ماشي ازاي. وممكن انا في اول الانترفيو لو هو ريكروتر ما قالكش انت اسال، قول له طب انا دلوقتي لو عندي سؤال اسالك ممكن اوقفك ولا اسال في اخر الانترفيو خالص. اثبات ان انت تبقى واضح من اولها. طبعا في اسئله مش بنسالها خالص في زي الانترفيو، ايه بقى؟ زي مثلا انا هقبض كام. اوكي. ده السؤال مع ان ده الشهير. اهم سؤال المفروض يتسال. بصي طبعا اهم سؤال، بس هو ليه مش مهم مش صح ان احنا نساله لكذا سبب. في وظائف احنا عارفينها في الماركت بتبقى السالري بتاعها ثابت، زي مثلا اللي شغال في السيلز او في الكول سنتر دايما يقول لك المرتب اكس بلس كوميشن او المرتب اكس بلس بونص. فدي بتبقى معروفه في اتس اوكي. في شركات تقول لك البوزيشن ده البادجت بتاعته من الى، يعني مثلا هعين حد سبيشالست المرتب بتاعه مثلا نقول من 8000 ل 12000. طب انت هديك 8000 ولا 12000؟ مش عارفين. طب ليه انا كريكروتر ما احبش اتسال السؤال ده؟ لسببين. السبب الاولاني ان انا ما عملتش انترفيو، فما اقدرش اقول لك انت تقييمك هيبقى عامل ازاي. السبب التاني دي بقى confidential data. يعني انا مثلا دلوقتي اي شركه السالاريز عامه في الماركت بتبقى ليها رينج. في شركات بتدفع مرتبات كبيره، في شركات بتدفع مرتبات قليله، في شركات بتدفع مرتبات في الوسط، على حسب كل شركه. فان انا اقول السالري من اول انترفيو ده is not preferable، لان في الاخر انا ما خلصتش البروسيس. انت لسه بتعمل انترفيوهات، ممكن ما تتقبلش، ممكن ما تكملش، ممكن تكمل. فاحنا مش عارفين. عشان كده من اولها انا ما اقدرش اقول لك السالري او الاكسبكتيشنز بتاعتك ايه الا لما اخلص البروسيس كلها واشوف هل انت الاكسبكتيشنز بتاعتك زي البادجت بتاعتي ولا لا. بس يعني في ناس مع او ضد الفكره دي، ان انا اسال الكانديديت طب انت عايز تقبض سالري كام او الاكسبكتيشنز بتاعتك كام. ممكن حد يقول لك لا على مش عارف هقبض كام على حسب الماركت. وممكن واحد يقول لك لا انا عايز 20000 جنيه. طب انت مثلا دلوقتي حطيت لنفسك المبلغ ده على انهي اساس؟ هل انت كنت بتشتغل في حته قبل كده وده كان يور جاست سالري، ولا انت بتقول اي مبلغ وخلاص؟ لان ريسنتلي كان في فيديو كده طالع على الفيسبوك واتشهر جدا والناس كلها كانت متضايقه منه. كان طالع مجموعه من الاشهار بيقولوا انا باخد 120000 جنيه، انا باخد 80000 جنيه، انا بقالي سنتين وباخد مش عارفه 70000 جنيه. طبعا الحاجات دي وهميه ما بتحصلش. في ناس بتاخدها بس بعد عدد معين من الخبرات. فده الفيلم ده عمل يعني عمل حاجات حزت في نفسيه الناس الاشهار اللي بيشتغلوا، لان انا ببقى عارفه مرتبات قد ايه. فالناس دولت انا ما اعرفش هم على اي اساس نشروا الفيديو ده، لان ده ما لا يمت اي صله بالواقع. وبيبقى فيه سكيل موجود وبيبقى فيه الموضوع بيورجنايز. فاللي بيقعدوا يقولوا اي مرتبات فيك ده مش صح، لان انت كده بتعمل بلبله ما بين الناس اللي بتشتغل، وبتخلي الواحد يبقى. ودي سمعتها من حد بيقول انا صعبان عليا نفسي.
قلت له طبعا عليك نفسك الكلام ده مش صح، مفيش حد بيدي المرتبات دي، يعني حتى لو رحت اكبر شركات مالتي ناشونالز مش بتاخد مرتبات دي في الخبره دي. في ناس بتاخدها بس ليها كرايتيريا معينه، مش اي حد. ولا حتى يعني انا لما بصيت للناس اللي كانوا عاملين الفيديو ده باين عليهم لا هم مش اكسبرت بما فيه كفايه ان هم ياخدوا ستارز دي، مش عشان حاجه، بس في شويه اسئله كده الريكروتر بيقدر يلقطها، ان انت يعني ان انت تبقى اتش ار في حته وتروح تقول على الملأ كده السالري بتاعك ده، اصلا ده ضد الكونفيدنشاليتي. انت لو شغال في اي شركه في حاجه اسمها كونفيدنشاليتي انت بتمضي عليها، عندي نون ديسكلوجر اجريمنت، ان انت لازم تحافظ على الكونفيدنشال داتا بتاعت الشركه، ان انت بتحترم. ودي حتى قانون عمل كمان مصري، قانون عمل مصري بيقول لك ان انت لازم تحتفظ بسريه البيانات، وان انت لو عملت ليكج اوف انفورميشن وقلت سريه البيانات بتاعتك في السوشيال ميديا ده اصلا ممكن الشركه تقاضيك بيها. عشان كده ده اللي اكد لي ان اصلا المعلومات دي مش مظبوطه. طيب بالنسبه للجونيورز او الفريش جرادز بالاخص، لو انا دلوقتي ما عنديش اكسبيرينس وعايزه اقدم في الشركه، ايه اللي ممكن يخليني اعوض عدم وجود خبره؟ هل كورسز، هل سيرتيفيكتس، هل اصلا السيرتيفيكتس بقت بيتبص لها؟ لان في حاجات دلوقتي بتتضرب كتير، ممكن تبقى كورس مثلا ساعه واقلب وبعدين اخد سيرتيفيكت قد كده. فهل ده كفايه ولا لا؟ يعني ايه الحاجه اللي فعلا بتبص لها كاتش ار او ريكروتر انه لا الديزيرف ان احنا نعين حد فريش جراد لان هو يستحق ده؟ بصي طبعا لو تفتكري في الحلقه الاولى انا كنت اتكلمت على حته الانترنشيب، لو حد فريش جراد لسه متخرج من الجامعه، فموضوع الانترنشيب في الشركات او في البنوك ده مهم جدا. ليه؟ لان هو بيعلم، فدي حته مهمه. الحاجه التانية بالنسبه للسيرتيفيكتس، السيرتيفيكتس مهمه بس تبقى فعلا حقيقيه. يعني انا فاكره مره كنت بعمل انترفيو لواحد كان مقدم، انا فاكره وظيفه على سبلاي تشين، واخدت شهاده، قال لي انا خدت شهاده في السبلاي تشين سيرتيفيكت، طبعا مش فاكره كانت من فين، بس هو بيقول لي انا خدت سبلاي تشين. فانا في نفس الانترفيو كان معايا التكنيكال مانجر، ساله شويه اسئله، الاسئله اللي سالها له دي لا تنم بصله عن السبلاي تشين، وانا لقطتها وانا قاعده في الانترفيو. فلقيت المانجر بيقول له طب انا لو دخلتك في بوزيشن في الماركتنج ايه رايك تروح؟ قال له اروح. فطلع ان الولد اصلا كان مقدم عشان هو عايز يدخل في، هي طبعا كانت شركه كبيره اللي انا كنت فيها، فالولد كان عايز يشتغل في الشركه دي بغض النظر هشتغل في ايه، فقال انا شغال في السبلاي تشين عشان يدخل وخلاص. فطبعا الولد ده اترفض ما كملش، لان هو طبعا مكان بيدي فيك انفورميشن. فلازم نخلي بالنا من الحته دي قوي، ان انا لما بدي معلومات مش مظبوطه سون اور ليتر بتتعرف، لان في ناس تقعد ترسل لي 5000 سيرتيفيكت، خدت اي سي دي ال وخدت مش عارفه كذا كذا كذا. فلازم السيرتيفيكتس اللي انت تبقى حاططها لازم فعلا تبقى عارف ان انت سون هتديني في الانترفيو هتبان. ولو انت ما بانتش في التكنيكال انترفيو، لان يوجوالي التكنيكال انترفيو ده بيبقى سكند انترفيو، بتبان في اول الانترفيو، لان في شويه معلومات انا بسالها وشويه حاجات بلنكها مع بعض وانا بشتغل في الانترفيو، فبقدر اعرف اذا كان الشخص ده فعلا اونست ولا لا. خلي بالكم حته الانتجريتي دي مهمه جدا، ان انت لازم تكون المعلومه اللي انت بتقولها لازم تكون عارفها وقدها، لان انت لو قلت معلومه مش مظبوطه دي فيها يعني بيج كويستشن مارك عليك، ممكن اصلا تترفض. وده طبعا يخلينا نروح للسؤال التاني بتاعك، هل انا لو في حاجه موجوده سوري سالت في الانترفيو حاجه انا مش عارفها ارد اقول ايه؟ طبعا لو انت حاجه مش عارفها قول انا ما اعرفش. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي انا سالت سؤال، طب انت فيروز هل انت تعرفي معلومات عن الديجيتال ماركتنج؟ انا ممكن ما عنديش معلومات بس انا ممكن اتعلم. اقول لهم لا انا ما عنديش المعلومات عن الديجيتال ماركتنج بس انا ام willing to learn، وتبقى فعلا ابقى willing to learn ان انا عايز اتعلم الحته دي. بس ما اقولش ان انا عندي معلومات عن الديجيتال ماركتنج، ده خدت سيرتيفيكت من جوجل وعملت كذا، هو في الحقيقه انا ما عملتش الكلام ده كله. بس اتس اوكي ان انت تقول ما تعرفش عشان تبقى في وضوح وامانه، بس الاهم من ده كله ان انت تقول هل انت willing to learn ولا لا. لان يوجولي ساعات مثلا ممكن اعمل انترفيو لحد هو مثلا في حاجات مواصفات كتيره جدا بس ناقصه حاجه او حاجتين، الحاجه والحاجتين دولت ممكن ما تبقاش مهمه قوي ممكن يتعلمها، فانا ممكن اقابل بالكانديديت ده عشان هو الحاجتين دولت انا عارفه ان انا ممكن اعلمها له. بس في حاجات كتيره لو مش موجوده ممكن ارفض الكانديديت. طيب في ناس كتير قوي بتقدم على، يعني بتقدم على شغل كتير وبيجي لها انترفيوز كتير جدا وممكن تعمل انترفيوهات كتير قوي في الشهر، وفي الاخر برضو ما بيحصلش ان في كول بيجي لها بيقول لها اوكي انتي اتقبلتي او لا ما اتقبلتيش. هل ده بقى بيبقى سوء حظ ولا بيبقى في حاجه مش ماتشنج ولا بيبقى ايه بالظبط؟ طيب حاجه مهمه جدا انا مريت بيها في حياتي on a personal level، الشغل ده رزق من عند ربنا والرزق ده محتاج سعي، فانت بتسعى وتقدم وتعمل اللي عليك والزياده، بس مش معنى ان انت ما تقبلش في الوظيفه دي ده سوء حظ. يعني خلينا واضحين ان في شركات ساعات بيبقى فيه يقول لك ايه انا عندي واسطه،
طب ما حلو، الواسطه دي ممكن تجيب لك انترفيو، بس هل هي هتخليك تشتغل ولا لا؟ مش مضمونه. وفي ساعات شركات بيحصل الموضوع ده، دي ملناش دعوه بيها، بس الفكره كلها ان انت ممكن تسعى وتعمل مجهود جامد وتشتغل على نفسك وتعمل 10,000 انترفيو، وفي يجي لك الانترفيو اللي انت فعلا بتحلم بيه. فالموضوع ده يعني مش مقياس. لان انا مثلا انا بيرسونال ليفل في حياتي كان في فتره ان انا كنت بشتغل في شركه واتحصل ميرج ما بين شركتين، واضطريت ان انا اسيب الشركه لي اوف. وقعدت فتره ما كانش عندي شغل، قعدت اقدم واروح هنا واروح هنا واروح هنا واكلم اصحابي واسعى في كل الاتجاه لحد ما في الاخر جالي الجوب الفيكنسي كانت مناسبه ليا. بس فاللي عايزه اقوله ان الموضوع مش حظ، الموضوع اجتهاد وسعي وتوفيق من ربنا، وانت بتعمل اللي عليك. ولو حصل انت مثلا ما لقيتش جوب فيكنسي مناسبه ليك، ممكن انت بتبقى في حاجات جوب فيكنسيز كتير قوي اونلاين بتتعمل على مواقع مختلفه، انت بتقدر تشتغل من خلالها بالساعه، تبقى كونسلتنت. مش كونسلتنت انت مثلا يقول لك مثلا احنا عايزين حد مثلا مترجم، عايزين حد مثلا شاطر في سكريبت، حد كونتنت رايتر، عايزين مثلا حد كول سنتر. على فكره وظيفه الكول سنتر انا متخرجت من الجامعه، اول وظيفه اشتغلتها قعدت 9 شهور شغاله كول سنتر. هي وظيفه مهمه، ساعات بتضايق وساعات بتبقى ممكن تكبر فيها على حسب كل واحد والامكانيات بتاعته. والوظائف دي منتشره كتير، لان لو تاخدوا بالكم ان احنا ريسنتلي العالم بقى الموضوع بقى مور ديجيتال. يعني انت مثلا بتعمل اوردرز كتيره جدا اونلاين، فعشان تعمل اوردر اونلاين لازم تكلم كول سنتر عشان يديك السبورت اللي انت عايزه. عايز تروح بنك بدل ما تنزل بنفسك بتكلم الكول سنتر. فالجوبز دي انتشرت كتير جدا، سبيشال ان مصر تعتبر هاب لكل الشركات المالتي ناشونالز ان هم يلاقوا عماله فيها متوفره ان هم يدوهم سيرفيس كويسه. لو تاخدوا بالكم في شركات كتيره فتحت كول سنترز بالمفهوم ده. فالخلاصه اللي عايزه اقول لك اشتغل واسعى، حتى مهما كانت الشغلانه قليله او الشغلانه صغيره، روح وابتدي. الشغل بيجيب شغل، انا دايما كنت بقول الكلمه دي لاي حد، الرزق بيجيب رزق والشغل بيجيب شغل. لو انت قاعد في البيت واي حاجه بتجيلك تقول لك لا انا مش هشتغل الوظيفه الفلانيه لما تجيلي، عمرها ما هتجيلك. بس لازم لو انت بدات خطوه تسعى وربنا بيوفقك في اللي انت بتسعى فيه. هايل قوي. يعني نتمنى ان احنا نكون اتكلمنا في كل الحاجات كل الجونيورز والمقبلين على الانترفيوهات بيسألوها او بيحتاجوا يعرفوا عنها اجابات. ولو في اي حد عنده اي اسئله احنا ما قلناهاش او حد عنده استفسار عن اي حاجه ممكن يبعت لنا في الكومنتس واحنا هنرد عليكم. استنونا في الحلقات الجايه في بودكاست توكس بره البوكس.